اللي عايزنا وهيحارب عشاننا هنديله عينينا، واللي مش عايزنا مش عايزينه حتى لو عليه فلوس. ركز معايا قوي في الفيديو ده عشان الفيديو ده مهم قوي قوي قوي. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. النهارده هنتكلم في اكتر من حاجه وكلها حاجات مهمه جدا، فاصحى معايا فوق كده للكلام عشان الكلام اللي جاي خطير ومهم جدا. اول حاجه كده نقول بسم الله ونبدا بيها، هي صفقات الزمالك او الجديد بتاع صفقات الزمالك، او ايه اللي الزمالك بيشتغل عليه او هيتمه. بص يا سيدي، اداره الزمالك قررت ان هي تقفل الباب لحد الناس اللي موجوده. الناس اللي موجوده اللي هم مين؟ طبعا الصفقات اللي تمت، طبعا خلاص دي تمت، ال10 صفقات اللي هم خلصوا. ومين كمان؟ والناس اللي بتفاوضوا معاهم، اللي هم مين؟ تقريبا هم صفقتين، صفقه محمود الاسود وصفقه احمد حسام. طيب من المفترض ان هم دول الاقرب لنادي الزمالك او الاقرب للاتمام عشان يلعبوا في نادي الزمالك، والمفروض ان نادي الزمالك تقريبا مخلص كل حاجه مع اللعيبه ما عندهمش مشكله، ونادي الزمالك ما عندوش مشكله مع اللعيبه، لكن يبقى انديتهم. نادي الزمالك كان متفق مع نادي الكرامه ومظبط الدنيا معاه، حصل مشاكل بس في الفلوس. نادي الكرامه بدأ يعلي الدنيا شويه، بعد كده نادي الزمالك قال لا اخري كذا، فقال له خلاص يبقى يدفعوا كاش، قال له لا احنا متفقين على الاقساط بس. فممكن ان هي تتم، ممكن ان هي تبقى قريب، ممكن بقول ممكن تمام، وممكن ما تتمش. وعندك احمد حسام زي ما قلت لكم قبل كده ان المفروض ان نادي الزمالك كان طلب ان هو يشتري اللاعب، والجونه طلب فيه رقم كبير. نادي الزمالك عرض عليهم عرض اللي هو قلت لكم رؤى مع لاعب ناشئ اعاره مع مبلغ مالي، لكن لسه المفاوضات شغاله والدنيا شغاله. طيب هم دول بس؟ المفروض ان اللي طالع من نادي الزمالك ان هي دي بس، لكن احساس انا ما اعرفش ليه وما عنديش معلومه بصراحه ربنا، ده احساس مش اكتر، ان في صفقه كويسه هتيجي. تسالني بتقول كده ليه؟ ما اعرفش والله، بس هو احساس ممكن ما يتمش. يعني انا زي ما بقول لك هي مش معلومه، هو مجرد احساس. نيجي بقى للموضوع اللي بعد كده. الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اتكلم في اكتر من موضوع مهم، وانا هاخد من الكلام موضوعين مهمين جدا. ايه هما؟ مصطفى اشرف واحمد سيد زيزو. خلينا نبدا بمصطفى. المفروض ان نادي الزمالك قرر رسميا خلاص على لسان المتحدث الرسمي ان هو صرف النظر عن الصفقه. صرف النظر عن الصفقه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا سيدي ان نادي الزمالك كان متفق مع مصطفى اشرف ومع والده اللي هو المفروض الوكيل بتاعه، واتفق معاه على كل حاجه. تمام. بعد ما اتفق معاه، بعض الوكلاء بلغوا نادي الاهلي بتفاصيل الانتقال وتفاصيل العقد والكلام ده كله، وهو كان اتفاق. فالنادي الاهلي عرض او حط رقم اكبر، فوالد مصطفى قال لنادي الزمالك ان النادي الاهلي حاطط رقم اكبر، فعشان نادي الزمالك يعلي، بس المفروض ان نادي الزمالك متفق. طيب بدأ مين يطمع؟ النادي بتاعه الألماني. فعشان كده أنا بقول لك من الآخر، النادي الأهلي مثلا نادي الزمالك حاطط جنيه، النادي الأهلي دخل حط 3، فنادي الزمالك قال لك أكبر دماغي ومش عايزه. بالبلدي كده يعني ربنا يحسن لكم سوقه. بس وأنا عايز أتكلم بس في الموضوع ده بشكل مختلف. أنا عاجبني أسلوب نادي الزمالك في الموضوع. أنا عارف إن في ناس ممكن تبص للصفقة دي إن مثلا إيه، النادي الاهلي دخل وبوظها وهياخدها. انا معاك، وده بسبب برضو خد بالك ان جماهير الزمالك في الفتره اللي فاتت ممكن تكون يعني ايه، عارف انت التحفيل شغلته زياده شويه على جماهير النادي الاهلي، فالاهلي بدا ان هو يتحرك، فاللي هو انا داخل اشوف اللاعب. طيب اولا عشان بس تبقى مركز في الموضوع، نادي الزمالك هو ده المبدا. هتعمل معايا الحوارات مش عايزك حتى لو انت بص يعني مارادونا، مش عايزينك يا عم، مش عايزنا، مش عايزينك، بس خلاص خلصت وسهله وبسيطه، سهله وبسيطه. الحاجه التانيه بقى والمهمه، ودي لجماهير نادي الزمالك،
المفروض ان مصطفى اشرف لاعب نص ملعب عنده 19 سنه. احنا جايبين كتيبه نص ملعب في الصفقات الجديده، احنا جايبين متهيألي ال10 صفقات على ما اعتقد من 7 ل 8 نص ملعب، واللي ما بيلعبش نص ملعب يعني هو مركزه وينج او حاجه وبيلعب معاها برضو نص، فنص الملعب عندنا مليان. احنا تقريبا ما جبناش غير نص ملعب، فما اعتقدش ان ده اللي هيأثر على نادي الزمالك. ده ممكن يكون ما كانش هيلعب اصلا، ما هو لاعب برضو صغير 19 سنه، لاعب كويس على فكره. مش معنى كلامي ان هو لاعب وحش او انا مثلا بوحش في اللاعب عشان هو مش جاي، لا خالص، على فكره هو لاعب كويس جدا جدا يعني، وممكن يبقى اضافه لنادي الزمالك، وممكن كان يجي يتألق، وممكن ما يعملش حاجه، الله اعلم. تمام، لكن اجماليا هو لاعب كويس. لكن اللي عايز اقوله لك كان احتمال اصلا ما يلعبش، احتمال ما كانش يلعب اصلا. 19 سنه ونص ملعب، وانت عندك يعني زي ما بيقولوا زور بيح نص ملعب. احنا كان عندنا نقص في نص الملعب، فبقى عندنا في الصفقات جشع، اي نص ملعب بتجيبه. فما اعتقدش ان هو هيأثر على نادي الزمالك. وانا عاجبني اسلوب اللي هو ايه، انا مش هخش في مقارنات مع حد، مش هخش في مزايده، انا مش هعمل مزاد على حد. لا، انت مش عايز، انا اتفقت معاك، مش عايز، خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، بس وخلاص وخلصت. نيجي للنقطه اللي بعد كده، ودي نقطه بالنسبه لي مهمه جدا 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 جدا، فركز معايا بقى. المفروض ان الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك قال ان نادي الزمالك رفض عرض الشباب السعودي اللي كان متقدم لاحمد سيد زيزو. طيب رفضوا ليه؟ عشان الرقم لا يليق بمستوى احمد سيد زيزو. رفضوا عشان الرقم بس لا يليق بمستوى احمد سيد زيزو. هم تقريبا كانوا عارضين 6 مليون، باين 6 مليون دولار طبعا. فنادي الزمالك رفض العرض. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، احمد سيد زيزو، دي وجهه نظري يعني، احمد سيد زيزو مش هينفع يمشي دلوقتي، حلو، لكن الاداره بتطلع الخبر ده وتسمعه للجمهور كل شويه عشان تجس نبضه وعشان يبقى معتاد. يعني ايه عشان يبقى معتاد؟ عشان لما يجي في يوم تصحى تقول ان زيزو خلاص بيتباع، ما تبقاش الموضوع بالنسبه لك مفاجاه، ما تسبهلش ايه ده زيزو، لا خلاص، ما انت سمعتها كتير، بقت عاديه على ودانك. احمد سيد زيزو هيتباع، زيزو جاي له عرض، زيزو يستاهل ملايين كتير، زيزو هيفك ازمه النادي، كلام كتير عن البيع لزيزو، زيزو هيتباع، زيزو هيتباع، زيزو هيتباع، بس فتبقى سهله على ودانك. فلما يتباع خلاص انت متعود عادي يعني، متوقعها. لكن ده امر بامانه غلط بس. ليه؟ ادينا شفنا الفرقه من غير زيزو كان شكلها عامل ازاي في الدورات الوديه اللي لعبناها. شفنا الفرقه من غير، هتقول لي زيزو مستواه مش في احسن حالاته اليومين دول، معاك يا عم، بس ده مش معناه ان احنا نمشيه. وبعدين لو على المستويات ده احنا كده هنمشي الفرقه كلها. يعني انت لو بتتكلم على المستوى وعايز تمشي زيزو عشان المستوى ده، كده الفرقه كلها هتروح، ولا انا بتكلم غلط؟ فانا شايف ان بيع زيزو يعني فكره المفروض ننساها، حتى اشعار اخر. ايه هو الاشعار الاخر؟ ان حد من الصفقات يبقى احمد سيد زيزو، وانت جايب شباب صغير، فعندك البذره اللي تبقى احمد سيد زيزو، ممكن احسن، يعني شيء وارد، ممكن يبقى احسن، الله اعلم. فانا بقول ان دلوقتي هم مش هيبيعوه. الموضوع ما فيه ان هو بيجس نبض الجمهور ويشوف الجماهير هتقول ايه بعد بقى الصفقات. هو قالها لك من فتره، تمام، وبعد كده طلع قال لك احمد سيد زيزو مش للبيع، فبيقولها لك دلوقتي بعد الصفقات وفي وسط الفرحه كده. ليه؟ عشان تبقى معتاده، سمعتها قبل كده وسمعتها قبل كده، فتسمعها تالت وشويه وهتسمعها رابع، تمام، فيبقى الموضوع بالنسبه لك معتاد. انما انا واحد من جماهير نادي الزمالك اللي بيحب الزمالك وعايز مصلحه الزمالك، بقول لا لبيع زيزو. سلام.